طلب البراءة وبحق تأسيسا على بطلان التحريات لافتقادها شرطي الجدية والكفاية، بطلان إذن النيابة لاستنادها على تحريات غير جدية بل ومنعدمة. ثالثا، ندفع بانعدام السيطرة المادية والفعلية للمتهم على العقار محل ضبط السلاح. رابعا، ندفع بكيدية الاتهام والتلفيق. وخامسا، انقطاع صلة المتهم بالحرز المضبوط. وأخيرا وليس آخرا، الدفع بالتناقض بين الدليل القولي والفني، وذلك بدلالة اختلاف مسكن المتهم في محضر التحريات ومعاينة النيابة العامة. نحن اليوم في محراب عدلكم الموقر الذي لا يعرف التسرع في إصدار الأحكام، بل تسعى لتحقيق الحقيقة بكل تفاصيلها. معالي الرئيس، الرواية بتاعتنا بتاعت اليوم بتاريخ 1/10/2024 الساعة 10:30 صباحا قام السيد الضابط بتسطير محضر التحريات، وقال في محضره إن ورد إليه معلومة من أحد المصادر السرية بقيام المتهم بترويج وبيع الأسلحة وبيع المخدرات. في نفس ذات اليوم الساعة 1 مساء النيابة العامة استصدرت إذن بضبط وتفتيش شخص وملحقات مسكن المتهم. الساعة بقى يا فندم 6:30 بتاريخ 6:30 صباحا بتاريخ 2/10 بعد 17 ساعة قام بتحرير محضر الضبط. محضر الضبط قال فيه السيد الضابط إن هو توجه لمسكن المتهم وقام بالترك على المسكن، وفتحت ليه احدى السيدات، ما اوضحش لينا مين هي اللي فتحت اصلا. قال لك واقرت ان هي زوجته، وبناء عليه دخل المسكن وقام بتفتيش المسكن ودخل لغرفه نوم المتهم. لو وضح لينا مين هي ودخل لغرفه نوم المتهم وما اوضحش لينا ضبط السلاح منين، قال لك ضبطته بغرفه نوم المتهم. وبناء على ذلك قال لك انا توجهت للعماره 112 بالشقه 22 بالسيده خديجه. والدل على ذلك في اختلاف الروايه ان هو لما اتسال امام النيابه العامه قال لك انا دخلت المسكن وعلى يساري قال لك مواجهه غرفه معيشه، وقال لك على يساري تبين لي وجود طرقه. على اختلاف النيابه العامه لما نزلت سيادتك في المعاينه بتاعتها قالت لك انا توجهت لمساكن الرحاب عماره 112 بالدور الاخير، وما بينتش يا فندم رقم الوحده السكنيه، قالت لك لا يوجد عليها وحده سكنيه. وبوصف وكيل النائب العام للمسكن بداخل الشقه قال لك في المواجهه غرفه معيشه وفي اوسطها متواجد لنا طرقه، وفي اخر هذه الطرقه في المواجهه قال لك تبين لنا غرفه اطفال، وعلى يمينها قال لك يا فندم في سيادتك غرفه المتهم. اختلاف بين ضبط السلاح